ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل الباميه باللحمه الضاني. بس طبعا انا طريقتي مختلفه ومتاكده من كده، لان في ناس كتير بتطبخها غيري خالص. لكن انا دايما بحبها بالطريقه دي، وهتشوفوا طريقتي وهتجربوها وهتعجبكم اكيد. زي ما انتوا شايفين كده، احنا بقى هنبدا دلوقتي في تجهيز الباميه. طبعا اهم حاجه في الموضوع ان احنا لازم نحط فيها شطه خضراء، وطبعا لازم البامية تتغسل كويس جدا جدا جدا. طبعا انا بغسلها قبل ما امعها، لازم اغسلها كويس جدا جدا كذا مرة، يعني انا بغسلها 4 5 مرات. زي ما انتوا شايفين انا بغسلها من بدري شوية، وبحطها في المصفى وبسيبها تنشف خالص خالص، وبعد كده ببدأ امعها. طبعا زي ما انتوا شايفين الحاجات اللي بتطلع منها دي لازم طبعا اغسلها كذا مرة كذا مرة. مش قادرة اقول لكم المية بتطلع شكلها ايه. وبحطها في المصفى لما تنشف، وبعد كده بقمعها. وهنا زي ما انتوا شايفين انا مقشرة راس توم كبيرة، وبحمرها زي ما انتوا شايفين، ومعاها اللي هي بتاعة اللحمة الضاني. وبعد كده زي ما انتوا شايفين بنزل بالطماطم، وهنا الشوربة واللحمة اللي انا كنت طبخاها اللحمة الضاني زي ما انتوا شايفين كده. هسيبها بس تغلي شوية صغيرين زي ما انتوا شايفين بتغلي ازاي. وبعد كده بحط البامية زي ما انتوا شايفين. هنا بقى انا عايزة اقول لكم ان احنا لازم نعمل البامية فتحة صغيرة من النص كده، علشان الطماطم تدخل جواها وتستوى من جوه ويبقى لونها اخد من الطماطم. فاحنا لازم نعملها من الجنب كده. وبعدين بحط لها برضو راس توم صغيرة بشطة خضرة، وهنا بسيبها كده بقى تستوى. طبعا هنا في معلومة بالنسبة للبامية، مش معنى ان انتي دوستي على البامية واستوت تبقى ان هي استوت. لازم تمشي ايدك على البامية كده عشان تشوفي لسه فيها شوك ولا لا، لان دي بامية بلدي. وزي ما انتوا شايفين كده باميتنا النهاردة طلعت تحفة تحفة. يا رب وصفتي تكون عجبتكم، وما تنسوش لايك وشير ودعم للقناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.